سيبك بقى من اللي فات، انسى اللي فات ده كله خلاص. الحمد لله وصلنا وخلاص. انما حق ربنا احنا لسه لغايه دلوقتي ما رحنا المغرب، لا كوره ولا اداء ولا شكل ولا تشكيل ولا تغييرات ولا اسلوب فرقه تقيله تطمنك. احنا طول الماتش النهارده خايفين، طول الماتش النهارده فرقه بنين دي بصراحه فرقه هنا في الدرجه المحترفين تحت، مش هقول لك بقى في الدوري الممتاز الف، لا ده في المحترفين تكسبها مستريح. بس انا ما اعرفش ايه الخوف ده وايه الرعب ده وايه الجبن في الاداء وفي التشكيل وفي حتى في الكوره. ده هم النهارده بيطلعوا بالكوره من ورا الجون للباك، الباك للباك رايت، الباك رايت للهاف، والهاف وبعدين في مشكله، انت بتلعب بثلاثه يا كابتن حسام وكل كوره رايحه علينا من العمق. انفراد في الاول الشناوي انقذها، بعد كده انفراد، بعد كده الجون اللي دخل، بعد كده في ايه ده؟ انت بتلعب بثلاثه وكل الاختراقات من العمق، امال بتلعب بثلاثه ليه؟ طبعا هو بدأ بتشكيل انا ما اعرفش انت ايه الالهام اللي هو خلاك ان انت تحط تشكيل زي ده. انا مش عارف، انا لسه برضو حته المجاملات في التشكيل. انت اللي هتشيل الليله يا كابتن، ما حدش هيشيل الليله الا انت. احنا قاعدين محروقين دمنا، لا في كوره ولا في اداء ولا في شكل، وفي لعيبه بتلعب مش قد كده، يعني مش قد كده بصراحه. يعني انت النهارده بدات بالتشكيل الشناوي ماشي، عندك اتنين مساكين اللي هو رامي ربيعه وياسر ابراهيم، تمام. عندك محمد هاني ومحمد حمدي قبل ما يتصاب، ماشي. اتنين في نص الملعب، لا في انت بتلعب حمدي فتحي ليبرو بيطلع، ليبرو بيطلع، طب بيطلع يعني مع فرقه زي دي ما ينفعش الكلام ده. ده انت تحط واحد قدام يبقى 10 عشان يودي صلاح ويودي مرموش ويودي تريزيجيه ويودي اللعيبه دي للجول. ايا كان بقى، انت اللي بتلعب بثلاثه ورا ساعه لما بنفقد الكوره، ولما بنمسك الكوره عقبال ما بيطلع حمدي فتحي نص الملعب بيكون اتسرق منك مروان عطيه، وبعد كده تريزيجيه النهارده اللي هو ما اعرفش انت بدات بيه بناء على ايه. ابراهيم عادل برضو ما اعرفش بناء على ايه انت بدات بيه. هتقول لي اصلا انا بمرن الفرقه وشايف الناس وشايف التكتيك لا تكتيك ايه؟ ابراهيم عادل اصلا من ساعه لما راح الامارات وهو جاي وزنه زايد، ما ينفعش. ما تلعب يا عم بمصطفى محمد والعب بتريزيجيه بمرموش ناحيه الليفت وصلاح ناحيه الرايت، وعندك تحط في القلب حط محمد شحاته وحط مروان عطيه وحط اي حد بقى 10 بقى، سواء امام عاشور، زيزو، اي حد، بس الشكل كده ما بنلعبش كوره. ما فيش حد بيساند الناس اللي هي بتلعب قدام، سواء صلاح ولا مرموش ولا اي حد من او تريزيجيه او ما فيش، مالناش شكل، مالناش استراتيجيه اللي احنا بنقول او فلسفه اللي احنا بنقول ان بنمسك كوره بنطلع عليها. هم بيعملوا الكلام ده، فرقه بنين بتعمل الكلام ده، الراجل الفيرود بيقوم جاي نازل خطوتين يستلم عشان يطلع الناس بتوع نص الملعب والجناب. احنا ما بنعملش الكلام ده بصراحه. احنا بصراحه احنا بنكسب كده اللهوي، كل ده بدعوات المصريين. معلش يا كابتن حسام، ولا في تكتيك ليك ولا في بصمه ليك ولا في اي حاجه ليك، احنا بنكسب. يعني مثلا الجون الاولاني اللي جه ايه اللي حصل؟ خبره محمد صلاح قام جاي استلم الكوره وتقل عليها لغايه ما محمد هاني خد مكانه في ناحيه الرايت وقام جاي عاملها له، محمد هاني عملها لورا، مروان عطيه حط ببطن رجله. يعني ممكن تصد وممكن تيجي في الباك وممكن، دي مش تكتيك، دي خبره، خبره من صلاح لهاني لمروان عطيه وفيها توفيق، واخد بالك؟ ده طبعا دخل فينا جون التعادل. الجون الثاني اللي انت جبته كوره من مروان عطيه ناحيه الشمال هناك وبيعمل اوفر ميت وتيجي في دماغ ياسر ابراهيم وتنزل بالشكل ده، مش قاصد، ده اللهوي وفيها توفيق. ولو الجون خد الخطوه من بدري كان صدها. عشان برضو ما تقولش ان انا ايه الحاجات دي بنتمرن عليها والحاجات دي احنا على طول شغالين، لا كل الكلام ده كذب بصراحه. يعني كل الكلام ده كذب، هي كلها توفيق من عند ربنا. طبعا احنا اتضغطنا وشكلنا مفيش خطوره وكل حاجه، لان هي فرقه في الاول وفي الاخر ميته، بس احنا محبوسين دمنا خايفين. انا جالي تليفونات اثناء المباراه اقسم بالله بالهبل، وما ردتش على ناس كتير عشان عارف اللي هيقولوه، لغايه ما جه زيزو
على فكره الجون اللي دخل فينا من زيزو، ورغم كده هو عوضها بالاسيست اللي عمله لصلاح. وصلاح طبعا بخبرات السنين، الراجل الكره معموله، يعني المفروض ان السبرنت ده الكره تتعمل قدامه، اتعملت يا دوبك بينه وبين الراجل، هو لقى لمح الجون خارج، قام جه حاططها بوش رجله من قبل ال 18 بحوالي 15 يارده ولا 10 ياردات. طبعا دي خبره وتوفيق، خبره وتوفيق. بس هو مع صلاح ده التمكن بقى، ده اللي هو الاحتراف بقى والنضج. قول زي ما انت عايز تقول في الجون ده، قول زي ما انت عايز تقول. مضيع واحده الشوط الثاني في نهايته اللي هو الانفراد من ناحيه اليمين، هو عوضها لك وجاب لك في الوقت اللي انت يعني خلاص. فاحنا بنكسب بصراحه الله، يعني ما حدش يقول لي لا ده بص العميد وبص على فكره احنا الدوره اللي فاتت لما كنا مع فيتوريا اتعادلنا، بس كان الماتشات فيها سخونه وفيها كوره عن كده، وفيها تحس كده ان في يعني في منتخب، في فرقه بجد. انما احنا السنه دي بصراحه لسه ما رحناش المغرب يعني. طبعا يعني انا عايز اعرف مرموش، طبعا انا مش هقسى عليه، بس مرموش مفروض يعني بص على ابراهيم دياز، بص على ابراهيم دياز في المغرب، شوفه بيعمل ايه، وراجل بيلعب باحتياطي وانت بتلعب احتياطي، بس شوف هو شغل المغرب كله هو اللي بيعمله، اجوان المغرب كلها هو اللي بيجيبها، تحركات المغرب الهجوميه كلها هو اللي بيعملها. انت مستسلم ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ ولا انت مصاب؟ ولا انت بتلعب وانت قرفان؟ ولا مش في دماغك؟ يعني انا بس بقارن بينك وبين ابراهيم دياز بتاع بالمغرب. انت لا شد شويه، وبعدين انت المفروض تطلع من بين التأمين بصراحه، تطلع او من نص الشوط الثاني تطلع وينزل مصطفى محمد. كابتن حسام حسن منزل مصطفى محمد في الدقيقه 119 و10 ثواني وماسكه على الخط، بيقول له انا بديك الفرصه، انا بديك اهو الفرصه، انزل بقى اعمل كل حاجه، تشقلب بقى ونط وشوط واعمل لي بالهيدرز وارجع دافع وهاجم لان دي اخر فرصه ليك في كده يا راجل. ده احنا لما قوم حسام عبد المجيد انا فكرت اغير مصطفى محمد يعني لما قوم حسام عبد المجيد انا قلت ان هو الراجل اداله الدقيقه ديت وهو ما عملش اللي هو طلبه منه، فممكن يغيره. لا، في حب وكره، في اتنين بيغيروا بصراحه، ما فيش اي تواجد في الفرقه، ما فيش اي بصمه، ما فيش اي تغير في الاداء لما هم نزلوا، برضه مضغوطين ومش عارفين نلعب وهم الفرقه ضغط علينا. امال لما هنلاعب بقى كوت ديفوار او بوركينا فاسو او فرقه بقى من الفرق اللي بتلعب كوره دي هنعمل ايه؟ ده امبارح يا جدعان الكاميرون عملت حاجه ايه ده؟ ايه الكوره اللي بتلعبها دي؟ السهل الممتنع، مفيش فيها تعقيد، مفيش فيها وكل ده، ولسه المدرب جاي لهم قبل البطوله. بس هم كسيستم بيلعبوا كوره، المدرب مش هيقدر يحط بصمته لان هم بيلعبوا كوره، هي فرقه كوره تقيله ما فيهاش فلسفه، كل اللي في الوش تك تك تك، ضغط ضغط، انتشار انتشار، بيكمل، بيخترق، بيدافع، فرقه كوره محترمه. مسكت امبارح جنوب افريقيا نفضتها اللي احنا كنا لايصين قدامهم. ماشي عشان العقد، عشان النقص العددي ماشي، بس هم مسكوا الفرقه نفضوها امبارح، نفضوا فرقه جنوب افريقيا ويكسبوا اكتر من 2.